سؤال للأسيوطي. اتبسطت؟ اتمتعت؟ عرفت حجمك؟ عرفت انت فين؟ الأهلي بيفوز خلال 10 أيام للمرة التانية على بيراميدز في ملعبه 1-0، وبيخلي مش هقول بقى فرق النقاط، معدل فقد نقاط النادي الأهلي أقل من فقد نقاط بيراميدز ب7 نقاط. بمعنى إن يفوز النادي الأهلي بإذن الله بالثلاث مباريات اللي تفرق عن بيراميدز، يبقى الاهلي فارق عن بيراميدز ب7 نقاط. من 8 ماتشات يبقى الاهلي يفوز باذن الله 6 ماتشات، من ال8 يبقى الاهلي طبعا بطل للدوري. حاجات كتير عايزين نتكلم فيها. فرحه كبيره طبعا للاهلي، فرحه كبيره للاهلاويه، مباراه صعبه، مباراه تحس ان انت بتتفرج على ماتش شطرنج، مباراه تكتيكيه كبيره قوي. مارسيل كولر عمل مباراه عظيمه تكتيكيا. طبعا اكيد في تريكات كده، يعني في واحده مثلا كل اهلاوي في جمهوريه مصر العربيه عمال يقول لازم خالد عبد الفتاح يطلع ما عدا كولر، وفي النتيجه في النهايه طلع هو جمهور الاهلي ولا صح، هو كولر هو اللي كان غلط في الموضوع ده. مش مشكله، خلينا نتكلم قبل الماتش بس شويه حاجات كده عشان ايه تعرف الدنيا ماشيه ازاي، تعرف قيمتك، تعرف قيمه المنافس، تعرف المنافس قيمته. اولا كده انا اكتر حاجه مفرحاني ان مواجهات الاهلي في الدوري مع بيراميدز بعد المسمى الجديد بقى الاهلي فوزه اكتر. قبل المواجهتين دول كنا متقابلين 10 مرات، هم فايزين 4 واحنا 3، وفي تعادل في 3 مباريات. المواجهتين دول خلوا النادي الاهلي فوزوا في الدوري 5، بيراميدز 4، فاصبح النتيجه لصالح الاهلي، وده طبيعه مواجهات النادي الاهلي مع اي فريق سواء محليا او افريقيا. فكانت حاجه انا مش قابلها. بصفه عامه بقى في كل البطولات الاهلي بيفوز الماتش الثامن مقابل 5 لبيراميدز، وباذن الله مع اللي جاي هتزيد بقى، وهنرجع بقى ايه كانك بتتكلم على الاهلي والاسماعيلي ولا الاهلي والمصري، وكل واحد يعرف حجمه تاني. 14 فوز متتالي لبيراميدز، يقابل دوت في فيوتشر يدوله ضربه جزاء في النهايه يكسبه، يقابل سيراميكا جون التعادل اتلغى فيكسبه، يقابل سموحه فبيتعادل بجون فاور فجور فيتعدى الماتش يحصل فيه حريقه يعيد له الحبه اللي باقيين فيكسبوه قدام فريق 10، لغايه اما يقابل الفريق بابا الشغلانه، لغايه اما يقابل الاهلي. ال 14 فوز وقفوا. هو كده بس؟ لا، بيراميدز اخر مباراه خسر فيها نقاط يوم 5/4/2024. بتتكلم داخلين على 4 شهور مفيش فريق قدر يخسر بيراميدز نقطه، سواء ما قدر يخسر نقطتين سواء بتعادل ولا 3 نقاط، مفيش حد الى ان واجه الاهلي خسر 3 نقاط في 3 نقاط بس كده. لا، ده من يوم 5/4 ده، من اليوم ده مفيش مباراه عدت على بيراميدز ما احرز فيها اهداف الا لما قابل الاهلي. اول مباراه من 5/4 ما يحرزش اهداف، يطلع كده صايم. اما جه قابل مين؟ اما جه قابل الاهلي. مش بس كده، كمان اخر مباراه محليه في الدوري المصري خسرها بيراميدز كانت يوم كام بقى؟ كانت يوم 3/11/2024 قدام سيراميكا 2-0. انت بتتكلم في تقريبا ما يقرب من 8 شهور مفيش فريق قدر يفوز على بيراميدز في الدوري. 8 شهور لغايه اما قابل الاهلي. ايه اللي حصل؟ اول هزيمتين متتاليتين لبيراميدز في الدوري السنه دي. بيراميدز السنه دي خسران في الدوري ده 3 ماتشات، منهم 2 من عمه، 2 من الكبير، 2 من الفريق اللي ما تحاولش تجادل كتير معاه، اللي ما تحاولش تشتغل معاه بتلقيح بشغل كدنسه. مش هينفع مع الاهلي صدقني والله. ده تعمله مع فرق فرق يعني صغيره، فرق ما عندهاش ثقه في نفسها، فرق ما عندهاش تاريخ، ما عندهاش جمهور زي ده. يعني ده كله جم، يعني انا عشان اتكلم على الجمهور عايز لي حلقه لوحده. مش ممكن اللي بيعمله جمهور الاهلي ملحمه من قبل المباراه، هو عامل ملحمه تعمل له التذكره ب 200، مش هينفع ده مع الاهلي. ما تحاولش تخش في عند وكيد معانا. على فكره مش هقول لك لان احنا هنعرف نكيدك، لا، احنا بنرد بالفعل. انت بتغلي التذكره، انا بحب ناديها هروح اشتري تذكره، انا اداره بتحس بجمهوري فهشتري منهم التذكره، انا لعيبه بتحس بجمهوري فهنزل اجيب الفوز حتى في ملعبك. ده رد النادي الاهلي. فاي استفزاز هتعمله صدقني هتسخن عليك اكتر، وده مش في مصلحتك. وده اللي حصل النهارده. اول حاجه لازم بس شويه حاجات اقولها لك كده، نصيحه يعني او ملامح كده من المباراه. لازم تعرف حجمك كويس. قول على نفسك فرقه كويسه، قول على نفسك فريق كبير، ما عنديش مشكله. اسعى، احلم، ما عنديش مشكله، لكن خليك منطقي، ما تزيدش قوي فيها. ما تقولش بقى ليش بتقعد تقول لك ايه مات زعلان صحي بيعشق الكيان بيراميدزاوي السماوي وتوهم نفسك انك عندك جماهيريه. لا، ما انا بقول لك اهو، اعرف حجمك، مش بص لنفسك زي ما انت عايز بس في ضوء المنطق. دي حاجه. تاني حاجه لازم اهم من انك تعرف حجمك، تعرف حجم اللي قدامك. ليه لازم تعرف حجم اللي قدامك؟ لان لو استفزت اللي قدامك واللي قدامك حب يوريك حجمه، انت اللي هتزعل. فلازم اما يقوم
قدام النادي الاهلي لازم تعرف حجم النادي الاهلي كويس قوي قوي، لان لو سبت النادي الاهلي هو اللي يعرفك حجمه هيزعلك، واديك شفت. دي نقطه نصيحه. تاني حاجه بقى، زي ما قلت لك الحركات بتاع العيال الصغيره، تعلي سعر التذاكر، تلقح على السوشيال ميديا، تضرب كلام، اعضاء مجلس الاداره تقعد جنبهم في ماتش الذهاب عيال صغيره وما تقدرش تقعد في المقصوره الرئيسيه، تيجي الماتش ده تجيب 5 دعاوي وبعد كده تخليهم 10 دعاوي. ده تنفع مع الصغير، ما تعملش كده مع الكبير عشان والله هتزعل ومش هيفرق معانا. الكلام الفاضي ده، احنا عندنا النادي الاهلي قبل كل شيء، مش فارق معانا اي حاجه غير اسم نادينا، هو ده اللي بنسعى له. لا بتوع لقطه، لا عايزين نقلب حد، لا عايزين نكسب. كل واحد بيسعى لاسم ناديه، وسبحان الله في الاخر بيكسب، وبيكسب ماديا، وبيكسب مكانه، وبيكسب كل حاجه، لكن في النهايه اسم الاهلي. كلمه بقى عايز اقولها للاخ احمد حسام ميدو، قبل المباراتين ما يبداوا مصور لي ومقعد مراته جنب منه عمالين يقولوا احنا بيراميدز ومش بيراميدز. كل ده شجع زي ما انت عايز، ولو ان ده يقلل من قيمه ناديك، بس ما علينا. مش من قيمه الزمالك يقلل، انت بنفسك اللي بتقلل من قيمه ناديك لما تطلع تشجع نادي وتغني له. صعب قوي يعني، صعب اكون انا اهو كاهلاوي وما لعبتش في الاهلي ان انا اطلع اغني باسم نادي تاني راح يقابل الزمالك، ما اقدرش اعملها والله. ففكره انك تغني بس ما علينا، انت حر، لكن تطلع تقول لعيبه النادي الاهلي رجليها بتدبدب وبتترعب لما بتقابل بيراميدز. ونتيجه المواجهات كانت ايه يعني؟ في كل قبل الماتشين دول كان ايه؟ كان الاهلي فايز في كل المواجهات 6 وبيراميدز فاز 5. في الدوري كانوا فايزين ازيد مننا مباراه، لكن اجمالا احنا فايزين اكتر. فعلى اي اساس رجلنا بتدبدب؟ سيبك بقى من المنطق والارقام، مش هوجع قلبك معانا. شفت الاهلي النهارده؟ شفت قاعد في الاستوديو ولحظه الصدق اللي بقول لك عليها، اصطاد اي واحد من كارهي الاهلي اللي هو النص الثاني يعني، لان مفيش زي ما قلت لك مفيش زملكاوي، في حد اهلاوي وحد بيكره الاهلي ولو عنده وقت يشجع الزمالك. اصطادهم بعد انجاز للنادي الاهلي، الحقهم في ال10 دقائق ربع ساعه دول، هتطلع كل حاجه كويسه. ما تسيبوش وحاول تسجل له، لان اول فصل هتطلع هيرجع هيقول لك حكام اهرام مش عارف ايه ساعات والكلام الفاضي بتاعهم ده اللي ما بنخلص. لكن لحظه الصدق، وانت سبحان الله يجي الماتش الثاني وانت قاعد في الاستوديو عشان تشوف انجاز النادي الاهلي قدام عينك، وتشوف مين اللي رجله بتخبط، مين اللي حب يصيع وما عرفش عشان عارف ان هو كده بيعمل قدام الكبير فطلع منظر وحش. الشيبي بقى، بمناسبه بقى ان احنا هنتكلم ايه في اللي حب يصيع على الاهلي. انا مش عايز يعني، انا عايز ادعي له بالشفاء، لان ده مش طبيعي. خلي بالكم يا جماعه، مش عايزين نيجي عليه ياما، لان ده بني ادم فعلا محتاج علاج والله. انا مش بسخر منه، ده مش طبيعي، ده تحس ان هو مريض نفسي متربي في اوضه ضلمه، معرفش كان عنده اخ توأم ومات، في حاجه مش مظبوطه يعني، في حاجه مقصعه نفسيته مخليها كده. عايز اسال اي حد مش اهلاوي بقى ولا له علاقه بالاهلي، انسوا الاهلاويه اللي بيتفرج عليا، السؤال ده مش ليكم. بعد ما شفت السيناريو بتاع النهارده ما بين اللي حصل في المباراه بصفه عامه، جون الاهلي جه ازاي؟ اولا الجون بيحاول يعني يتمنظر ويلعب بكعبه قدام الاهلي، الكره اتاخدت منه، حب يجيبها امام عاشور نايمه في الارض ورا ما طالوش، جه الجون. المدرب بتاعه تيجي اللقطه عليه وهو بيسخر منه. بعدها الشحات رايح بالكوره بيرقصه وهو بيخش يعمل فاول جامد مع الشحات، يتطرد، فيفضل يعيط، فيفضل منظر ملفت، وبقت حفله كلها عليه، جماهير بتديله وشكله وحش جدا، وطلع مطرود وفرقته اتغلبت. اي حد مش اهلاوي السيناريو ده بينصف مين؟ بس كده. لو انت الامر في ايدك وعايز، انا ما بتكلمش الاهلاوي اي حد تاني، وعايز تنصف الشيبي او تنصف الشحات، لو بترسم سيناريو للشحات تنصفه وتقول له حقك رجع، هتعرف تعمل سيناريو افضل من ده؟ ده بالنسبه للناس اللي هي زي ما قلت اللي مش اهلاوي. نيجي بقى للشيبي نفسه. يا ابني مش الاهلي والله، مش الاهلي اللي تقعد تعمل اللي حواليك كعب وشاف. وبعدين انا في موقف حصل يعني بعد حادثه الطرد، هي لعيبه بيراميدز رايحه تجري على الشحات، عايزه منه ايه؟ انت عايزين يعني ايه؟ مش فاهم، عايزين تضربوه عشان اتضرب؟ وبعدين القفطان اللي واقف جون اللي اسمه الشناوي ده زعلان ومتضايق عشان ايه؟ برضه مش قادر افهم هو ايه اللي عمله الشحات، وراح تكمل وبعدين طالع من الملعب بتقلع تيشيرت بيراميدز وتوريه الجمهور الاهلي. انت بتسخن عليك اكتر، ما انت عارف ان التيشيرت دلوقتي اول ما بنشوفه ما بنمسكش نفسنا، فانت بتوريني التيشيرت على اساس ايه يعني؟ يا ابني انت مغلوب الماتش الثاني ورا بعض، يا ابني انت مغلوب ماتشين في 10 ايام بالتيشيرت ده اللي بتوريه لنا. فنيجي بقى سريعا كده للمباراه بقى بسرعه كده عشان ما نطولش. الحمد لله فوز مهم جدا. الهدف نتكلم فيه الاول زي ما قلت، الشيبي بيتمظهر اتخدها منه رضا سليم اللي عامل ماتش دفاعيا كويس، لكنه هجوميا رضا سليم فقد الثقه. رضا سليم اللي جالنا في البدايه هو عايز يمسك كويس جدا، رضا سليم ما تعرفش بقى التغييرات، كتر القعده على الدكه مخليه الثقه في نفسه مهزوزه، وبانت قوي في الكره الاخيره اللي جت في اخر ماتش. رضا سليم سريع وكان بيروح للجون، وده اللي عمله لو تفتكروا ماتش سيمبا. لا المره دي في حاجه اكتر من كوره، تحس ان خايف ياخد القرار غلط. فرضا سليم محتاج تعامل نفسي كويس قوي، وده شغل خالد بيبو والجهاز المعاون وكولر نفسه عشان ترجع له الثقه. المهم خدها حطها للامام زي ما قلنا وسام ابو علي.
لازم نشكر طبعا احمد الشناوي اللي بصراحه ما شاء الله ما فيش ماتش يقف قدام الاهلي لما لازم يعمل معانا واجب. خروج احمد الشناوي هو الجول. يعني لو احمد الشناوي كان واقف في جونه ما خرجش، وسام ابو علي كان اخر حاجه يقدر يعملها ان هو يقف على الكوره ويستنى حد يجي له، لكن خروجه مع ذكاء وسام حطها حلوه جدا. وسام الصراحه لاعب في الضغط غير طبيعي ما شاء الله عليه، لاعب كبير. اللطشه والجواء وان هو بيعرف يجيب جول كويس جدا فيها. ناقصه بس حاجه، لو يعرف يقف على الكوره كويس، يعرف لما الكوره تجيله ما تروحش منه ويستلم بواحد وباتنين، دي اللي ناقصاه. ولكن مهاجم كنا بندور عليه كتير قوي ما شاء الله. الراجل جه في الدور الثاني جايب 11 جول، يعني ده لو كان بيلعب من اول الدوري كان زمانه عدى 30 ولا 40 جول زي ما قلت، كان زمانه عمل رقم قياسي. لعيبه الاهلي بقى بصفه عامه بقى، الشناوي الحمد لله ما فيش اختبارات ولا قليله، شوطه الشيبه كانت صعبه جدا لكن الى حد ما كويس. الشناوي خطوه الحمد لله ترجع بعد فتره مش كويسه، نتمنى تكون دي بدايه فتره جديده ان شاء الله ترجع للشناوي اللي احنا عارفينه. منعم وربيعه ما عنديش كلام اقوله غير ما شاء الله عليكم الاثنين. ربيعه ما فيش بقى لا ميلي ولا اي حد، لا واقف ولا غلطه، تمريرات مظبوطه. محمد عبد المنعم ارض وجو، ما حدش ما فيش استهتار، كل الكره بجديه. ناحيه شمال كريم فؤاد ما شاء الله عليه بصراحه، لعيب بقى لعيب خفيف، لعيب حلو، كره في رجله حلوه. لكن برضه النهارده كان في شويه توتر شويه، وهو مع رضا سليم ما كانش فيه في حته الهجوميه، ما فيش ديناميكيه قوي، لكن دفاعيا كان قافل الجبهه تماما لدرجه ان ما كانش فيه ولا هجمه من ناحيته، يعني اكتر من كوره لا نسبه نجاح 100%. الدور الدفاعي نيجي لخالد عبد الفتاح، شوط اول قوي تمام مفيش مشكله، لكن مفيش باك يمين الاهلي. يعني بص لسه بنتكلم على الشيبه، هو رغم مساوئه وبتاع بس في باك يمين في بيراميدز بيعرف يروح يعمل عرض بيعمل، لا مفيش. يعني خالد عبد الفتاح اكتر بس من الالتحامات. الشوط الثاني بقى الصراحه لا، اي لاعب عنده سرعات، ويمكن ده مدرب بيراميدز رمى عليه اكتر من حد، عملها معاه فخر رجاء قبل ما يطلع في كورتين بسرعته، خد منه فاور وخد له انذار، عملها بعد كده زلاكا لما نزل. وبمناسبه زلاكا الفرصه اللي ضيعها زلاكا دي ارجع لها من الاول، زلاكا كان تسلل راحت تقريبا لخالد عبد الفتاح او مين طلعها، كان زلاكا تسلل هو ما لمس الكوره لكنه قرب، فكانت ممكن لو دخلت هدف يرجع لانه اشترك في الكوره او اثر على اللاعب اللي شتت الكوره في الاهلي، لانه لو مش موجود زلاكا كان ممكن يستلم وشتت، لكن هو شتتها بالشكل ده لان زلاكا كان جنبه وهو كان في وضع تسلل لما الكوره اتلعبت. ما علينا، المهم خالد عبد الفتاح مره ثانيه برده بسرعته كان خلاص، خالد عبد الفتاح بدا ما اعرفش بقى ينهك او هي دي سرعته هو بطيء، فاتلعب عليه كتير. والحمد لله ان الجبهه دي برده مع قله معاونه الشحات قوي ليه عشان برده ما نظلموش، لكن خالد عبد الفتاح بصراحه عامه ما كانش افضل ماتشاته. مروان عطيه من وجهه نظري نجم المباراه بلا منازع، قاطع القطع باص، لعب لقدام، بينزل يستلم، بيفتح زوايا لعب كتير لزمايله، بينقل الملعب بشكل كويس ممتاز. اكرم توفيق اسد بطل ما شاء الله عليه، في حاله الكره مش معانا هو كاسح في الكره بتاعته، لكن لازم اكرم يتدرب شويه على كيفيه التصرف، لان اكرم لعيب كوره كويس. يعني اكرم في الجونه كان بيلعب في نص الملعب وبيروح وبيتقدم وبيصنع وبيشوط، قلت شويه الحته دي، يمكن لعبه باك يمين شويه اثر في دي، ارجع اكرم اشتغل على الحته دي كويس. بس الملعب امام عاشور، وهنا عندي كلام شويه على امام عاشور لعيب كبير جدا، بس عايز اقول لك احنا جماهير اهلي هنحتفل بيك وهنطلع بيك السما لما تعمل اسيست زي اللي عملته، لكن لما ترقص ثلاثه بلعبه واحده، لما تغير اتجاهك وتعوز تعمل بكعبك وتعوز ترقص 2 و3، صدقني والله دي مش بتعلي اللاعب مع جمهوره في النادي الاهلي. في النادي الاهلي لا، في انديه ثانيه ماشي، عندنا تعمل تشوت تجيب جول تتعب، ما تبخلش بمجهود، تلعب مع زمايلك، تلعب لعب واقعي لعب ايجابي، تخش في الكرات المشتركه، كره عاليه كذا، تلتحم تبقى قوي. لان النهارده كان في بعيدا عن مروان واكرم توفيق كان في حاجه وحشه جدا، يعني كل الثنائيات كل الكور العاليه باستثناء واحده او اثنين لوسام كلها مش في صالحنا، فكان ما تعرفش نادينا بدل الاهلي بقى عشان كان في حصلت شويه خشونه كده بعض الشيء، وهتكلم على الحكم في كام نقطه كده. ما اعرفش لعيبه الاهلي بدات تكش شويه في الكرات المشتركه ما كانتش بتاعتنا، خصوصا اللي فيها امام عاشور ما كانش بيقرب اصلا، كان بيبعد ياخد له خطوتين لورا. فامام عاشور النادي الاهلي بتاع اللاعب اللي بينتج اللقطات الحلوه دي ما بتطلعش نجم معانا، دي حاجه. نمره 2 تغيير، اطلع وشك زعلان ما عنديش مشكله، اقعد على الدكه وانت حزين ما عنديش مشكله، لكن تقف وتفضل تبص للمدرب واللقطات دي والله رصيدك هينزل ولمصلحتك يا امام. اديك شايف انت السنه دي ما شاء الله عمال تعمل ارقام ما عملتهاش في حياتك، عمال تاخد بطولات ما خدتهاش في حياتك، فانت في نعمه حافظ عليها، بلاش نمرضه، بلاش لقطه، بلاش يا امام. انت عارف جاي من مكان كان في حاجات كتير قوي واحنا بنحاول نظبط الدنيا، وانت ما شاء الله برضو بتستجيب، خلي بالك من الحاجات دي عشان انت رصيدك كبير، بلاش تاخد من رصيدك. ده بالنسبه لامام عاشور. قدام كان حسين الشحات بدا المباراه ما شاء الله عليه وبيعمل حاجات حسين الشحات غريبه الصراحه، يعني ماسك احمد توفيق في واحده انا قاعد كنت هرجع كده في كده، لعيب كبير. يمكن النهارده تحس برضو حسين الشحات محتاج راحه كده، مجهد قوي قوي. ف يعني بقيه الماتش كان مش هو حسين لكن ما كانش وحش، ورضا سليم قلنا عليه وسام اتكلمنا عليه. في النهايه الحمد لله فوز مهم جدا، فوز بيخلينا بنقرب خطوه من الدوري، فوز بيعرف كل واحد مقامه ايه،
يا اسيوطي الا الاهلي. زي ما قلت لك الحمد لله احنا فريق عندنا تاريخ، عندنا حاجات كتير قوي تخلينا على القمه. الحكم سريعا حكم ما شاء الله عليه، حكم ممتاز، حكم عادل. يمكن في بعض القرارات، اولا ضربه الجزاء الطبيعي اصلا ما فيش حد هيلتحم في حد. يعني كريم فؤاد ماشي كده ووليد الكارتي كده، الاثنين بعيد عن بعض اصلا. كريم لسه بيعمل تاكلينج، لا رجل بتتفرد له. يعني حتى مثلا مش لمه وخد رجله، لا ده هو الراجل راح يعمل تاكلينج، راح وليد الكارتي فارد رجله. عارف لو وليد الكارتي كان سابق وحط رجله وكريم فؤاد راح فيها ضربه جزاء. لكن احنا الاثنين ماشيين في سوا جنب بعض نفس الشكل، وانا بعمل تاكلينج تقوم انت فارد رجلك عشان اخبط فيها، مش ضربه جزاء خالص. وحقيقي الحكم ده اكيد مليون في الميه كان لعيب كوره، وكان لعيب كوره ذكي. لان اللاين زمان شكله ما لو الحكم الفيديو شكله مش بتاع كوره قوي، او قال له تعالى انت شوفها واحكم، لان هي فيها وفيها. ده من وجهه نظر حكم الفيديو، الله اعلم قال له ايه. لكن فعلا حكم ممتاز جدا، كان عادل في قراراته وعادل في الوقت الضايع، ودي لازم نقطه اشيد بيها قوي بصراحه ما شاء الله، رغم ان انا كنت متضايق ان هو ما صفرش، بس فعلا كل وقت ضاع رجع يحسبه، عادل جدا. في بعض القرارات كنت مستغربها، يعني في اول في الشوط الاول، يعني حسين الشحات احمد سامي بيحضر على الكوره، راح مهوش حسين الشحات وراح ياخدها من وراه، احمد سامي راح قافل عليه وموقعه ونعم عليه، اتحسب فار على الشحات. خالد عبد الفتاح كورتين يتداس على رجله، ما اتحسبتلوش حاجه. واحده وسام ابو علي اللي اتصاب فيها محمود مرعي بيقول له الف سلامه، وسام ابو علي عمل فنت كده ما لمس الكوره، راح جاي محمود مرعي على الفاضي دخل جامد في وسام اللي كان ممكن يكمل ويروح ياخد الكوره، ففار وسام اتحسبت فار على وسام، مش فاهمها. واحده ثانيه ساب الكوره الطب، وسام اخدها حضن عليها رايح هو والجون، اسامه جلال شنكله او مش فاكر مين ساعتها تحديدا، وهو رايح للجون ما اتحسبتش حاجه. اكرم توفيق في وسط الملعب بيشيل بوش رجله جامد، فيستون مايلي يحط رجله، دي المفروض انذار، ما اتحسبتش فاول اصلا. في قرارات كده كانت غريبه بالذات في الضربات الحره، بس هنقول مش مؤثره قوي، مش هقول يعني، بس هي كنت مستغربها لان هي بتبقى فاول ليك يتحسب فاول عليك، مش ما بيتحسبش. فكانت قرارات بعض القرارات غريبه، لكن بصفه عامه حكم ممتاز، حكم عادل جدا. وانا يعني كانت من الحاجات اللي مطمناني بعد اول ربع ساعه ولا ثلث ساعه من المباراه كده، وبدا اخدت انطباع عن الحكم ان شاء الله الاهلي هيفوز، لان الحكم اللي موجود عادل. وده اللي بنطلبه دايما، مش عايزين غير العداله. باذن الله ماتشنا الجاي يوم الجمعه مع المصري يفوز النادي الاهلي، نقطع شوط اكبر باذن الله، وان شاء الله يكون برضه حكام اجانب، لان احنا عارفين الاهلي طالع حكام اجانب للماتش المصري، وربنا يوفقنا فيه. والف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، ولا زال الاسيوطيه والشيبي.